احذروا الحراك الموجود لبيع أصول الدولة العراقية، احذروا هذا الحراك، لأن بيع أصول الدولة العراقية معناتها خسارة إضافة للخسارة الآن اللي موجودة. الأزمة المالية لا تحل ببيع أصول الدولة العراقية. هناك قصور تم بيعها، رجعوا للقصور اللي تم بيعها السابقة، قصور انباعت بفلاسين إخواني، بفلاسين قيمتها بالمليارات، باعوها بفلاسين بحجة تغطية العجز المالي. وين أموال هذه القصور؟ غطت شيء؟ لا، انما ذهبت للمتنفذين. الان تروح على القصر مالته تريد تشتري من عنده يقول لك والله قيمته 900 مليار الى تريليون، وهو اخذها بفلاسين. لن تم من 2003 لل 2026 خسرنا التريليونات اخواني الاعزاء. لم يتم بيع هذه العقارات والاملاك واصول الدوله العراقيه بقيمتها الحقيقيه. ملف واحد لدينا، هذا الملف تشوفونه الان قيمته بال20 تريليون، والله اذا تم بيعه ما يرجع لكم هذا الملف، ما يجيب لكم تريليون واحد، يعني خساره 19 تريليون بالملف الواحد. حذاري من هذه الخطوة التي يذهب البعض إلى الترويج إليها لبيع أصول الدولة العراقية. طبعا مو فقط العقارات، المعامل، المصانع، غيرها من الأمور الأخرى، بحجة حل الأزمة المالية. حل الأزمة المالية الآن إيش قد راح تحلون من الأزمة؟ أنت محتاج أكثر من 10 تريليون تقريبا بالشهر. الأزمة المالية بهذا التريليون راح تخسرنا أصول دولة عراقية ما ترجع بعد مدى العمر، أبدا ما ترجع. وهذا ما حدث لدينا في عقارات مهمة في الداخل الدولة العراقية، فرطوا بها وأعطوها بحجة حل الأزمة المالية ولم ترجع. سنة واحدة من السنوات وقلنا لكم فيها في سنة 21 أو 20 موجودة، كان المفروض يدخل لنا من أصول الدولة العراقية وعقارات الدولة 2 تريليون و200 مليار. دخل للدولة العراقية فقط 120 مليار من أصل 2 تريليون و200، يعني فرق 2 تريليون إخواني الأعزاء، لأن العقارات لم يتم بيعها بقيمتها الحقيقية أو لم يكن هناك عملية حرص حقيقي على هذه الأملاك. حذاري من هذه الخطوة لكل الجهات المعنية في هذا الموضوع، الوقوف حيال عدم بيع أصول الدولة العراقية بحجة تغطية العجز المالي. والله لو كانت فعلا تغطي العجز المالي قل لكم روح بيعها، وفعلا راح تحافظون عليها قل لك روح بيعها، لكن سوف نخسر ثروة الأجيال وثروة كبيرة للشعب العراقي، سوف تخسروها دون عودة نهائيا. النفط ممكن يعوض، لكن العقارات والأملاك والأصول الدولة العراقية لا تعوض إخواني، نهائيا لا تعوض. والله إخواني بيع أصول الدولة العراقية هو خسارة كبيرة إضافة إلى الخسارة الآن الموجودة، وما تحل أزمة، بل على العكس سوف نخسر عقارات وأملاك الدولة العراقية وأصول الدولة العراقية اللي هي أملاك الأجيال اللي القادمة. يعني جرم بحق المجتمع أن نذهب إلى عملية بيع أصول الدولة العراقية، سواء كانت من عقارات أو منشآت أو غيرها من المصانع والمعامل التي يذهب البعض إلى بيع هذه الأصول لغرض تغطية الأزمة المالية الآن الموجودة. تعلمون في سنة 2000 السنوات الماضية 2019 و2000 تقريبا 17 كذا، هناك بيع لأصول الدولة العراقية كان لغرض تغطية عجز مالي معينا، وبيعت عقارات في داخل المنطقة الخضراء. الآن إذا تأتون طبعا هذه العقارات بعد ما ترجع وخسرنا بها التريليونات. هذا العقار الآن اللي باع في ذلك الوقت ما يقارب ب 500 مليون أو مليار، بيش كان خلي يكون الآن سعر العقار الواحد ب 50 مليار وبعضهن إلى 500 مليار. هذه العقارات اللي راحت بفلاسين ما تعوض عقارات الدولة إن تم بيعها، ما ممكن إرجاعها إن انحلت الأزمة المالية بعد ما ترجع هذه العقارات. يعني وكأنما احنا نضع الدولة إلى طريق الإفلاس، يعني مستقبلا الدولة مرهونة إلى التجار، مرهونة إلى المتنفذين، أملاك ما عتها. بيع أملاك الدولة العراقية إخواني جرم والله بحق الدولة العراقية، وعملية بيع الأملاك الدولة العراقية من يضمن سوف تباع هذه الأملاك بقيمتها الحقيقية؟ من يضمن ذلك؟ وعندنا تجربة في هذا الموضوع، وهذا ملف كله يخص عقارات وأملاك الدولة العراقية لم تباع بقيمتها الحقيقية أبدا إخواني الأعزاء، وخسارة بالتريليونات إضافة لهذه الخسارة. هذه الخطوة أدعو مجلس النواب العراقي عدم الموافقة وعدم القبول على الذهاب إلى بيع أصول الدولة العراقية، سواء كانت العقارات أو المصانع أو المعامل أو غيرها، إن لم تكن هناك دراسة حقيقية وجدوى حقيقية من الحفاظ على هذه العقارات وتغطية النفقات من أبواب أخرى وليست من هذه الباب التي خسرت العراق الكثير وخسرنا الكثير إخواني.